به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية بل المصباح في درب الهداية. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف عظيم من مواقف العظماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ويدعوهم للخروج معه في الجهاد في سبيل الله. تأتي مجموعة وعصابة من الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة فقراء مساكين ضعفاء، ما عندهم ما يخرجون به إلى الجهاد في سبيل الله، فقالوا يا رسول الله احملنا معك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وذهبوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون حزنا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا مع رسول الله، فأنزل الله عذرهم في كتابه الكريم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قصة آية. يا الله، موقف عظيم، يبكون على فوات هذه الطاعة وعذر معهم، والله سبحانه وتعالى قد عذرهم لأنهم لا يستطيعون ولا يملكون ما يخرجهم إلى الجهاد في سبيل الله. لكن هذه نفوس العظماء الذين تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وما زال في هذه الأمة مثل هؤلاء، ما زال في هذه الأمة من يحزن على فوات الطاعة، من يتمنى أن يطيع الله، من يتمنى أن يقدم بين يدي الله، لكن حال بينه وبين ذلك حائل. تريد أن تصوم منعك العذر، تريد أن تقوم منعك المرض، تريد أن تقول لبيك اللهم لبيك وتأتي إلى بيت الله وتطوف وتسعى وتركع وتسجد بين يدي الله، لكن لا تستطيع. أقسم لك بالله أن الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك ويعلم رغبتك ويعلم بأنك تتمنى أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربات، ولكنك لا تستطيع، ولكن هناك أعذار تمنعك من هذه الأعمال. ثق تمام الثقة أن أجرك قد وقع على الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك نية الصلاة ونية الصيام ونية الحج ونية العمرة التي لم تستطع أن تفعلها لأنه حال بينك وبينها حائل، فأنت تتعامل مع الكريم مع الشكور الله. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية
بل المصباح في درب الهداية. قصة آيات